السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى احنا عاملين وجبة غدا بطريقة سهلة وبسيطة جدا. عاملين الاكل المصري الاصيل بتاع زمان، اكل امهاتنا الجميل من غير اي افتكاسات خالص، بطريقة سهلة جدا. وعملنا معاه شوية الرز الحبة وحبة الحلوين دول زي ما انتوا شايفين كده. يلا بينا كده نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة ازاي. اول حاجه انا معايا هنا صينيه حطيت فيها معلقتين زيت ومعلقه سمنه وسخنتهم كويس، وهنزل باللحمه بتاعتي. انا اللحمه بتاعتي كبيره عشان كده سلقتها في الشوربه، يعني اديتها غلوتين كده ايه عشان خاطر تسرع معايا عمليه السوى. لكن انتي لو لحمتك صغيره مش بتاخد سوى كتير هتشتغلي بقى على طول نيه، يعني هتحمريها في السمنه هتديها الصدمه وايه وتكملي بقى وصفتك عادي. هنزل بقى بالبصل، معايا هنا بصله كبيره بالشكل ده كده وهقلب. هضيف معلقه ثوم مفروم بالشكل ده كده. هنزل بقى بعصير الطماطم. وانا بضرب الطماطم في الخلاط كنت حاطه لها شويه ميه حلوين كده عشان خاطر تبقى ايه بالشكل ده كده معايا اهي. وهسيبها بقى ايه تغلي شويه، مش هحط لها اي اضافات ولا اي حاجه دلوقتي. سبت الطماطم بقى اتسبكت شويه بالشكل ده كده، لان وانا بضربها في الخلاط كنت ضايفه لها مج ميه عشان خاطر ايه تسوي لي اللحمه، لان اللحمه بتاعتي مش مستويه. اتسبكت معايا شويه بقى، هرجع بقى ايه ازودها بقى كمان اهو. زوديها بقى شوربه، زوديها ميه اللي يريحك بالشكل ده كده اهو عشان اللحمه ايه تكمل سوا معايا. وهسيبها برضو ايه تستوي شويه. انا كده ما حطيتش ملح ولا حطيت اي حاجه عشان خاطر الملح هيأخر لي سوا اللحمه. تعالوا بقى عقبال الكوسه ما تستوي نعمل ايه شويه رز بشعريه. حطيت هنا معلقتين سمنه بلدي اهو، خلوهم يسخنوا. طيب انا ما لقيتش عندي شعريه، هعمله ايه رز حبه وحبه. هنزل بشويه بالشكل ده كده تقريبا، يعني حوالي نص الكميه تقريبا اللي معايا او تلتها زي ما تحبوا يعني. انا بحب الخبزيه الصفرا تكون كتيره، وحطيت تقريبا نص الكميه. افضل اشوح بقى لحد ايه الرز ما يصفر معايا يبقى لونه دهبي كده وحلو. حمرته لحد ما بقى لونه دهبي معايا بالشكل ده كده. هنزل بقى بباقي الرز اه بالشكل ده كده اهو. حمرته بالشكل ده بقى هديله مقداره بقى في الشوربه واسيبه يستوي. اللحمه كده استوت معايا بنسبه 98%. هنزل بقى بالكوسه بتاعتي وهزودها بقى شويه شوربه. وهحط لها الملح بقى وشويه توابل، معلقه توابل صغيره كده اللي هي 7 بهارات. وهزودها ايه رشه فلفل اسمر.
بس مش هزود كتر توابل ولا اي حاجه خالص. يعني هي كده بطبيعتها كده زي امهاتنا ما كانت بتعملها. هو يا دوبك كان الملح والفلفل الاسمر بس. هديها تقليبه بقى واغطيها واسيبها عشان الكوسه تستوي. تقطيع الكوسه بقى زي ما انت عايزه، قطعيها بقى طرنشات، قطعيها زي انا ما انا مقطعاها كده، ان انا اقسم الكوسيه على على نصين اهو، مقطعاها كده اللي يريحك. ادي الاكل بتاعنا بعد ما خلص. رشه فلفل اسمر على الوش كده بس. خلاص على كده.